هذه أول زيارة لك، فلا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. اوكي. السلام عليكم ومرحبا بكم معنا اليوم في جماعة دار بوعزة. اليوم انعقدت الجلسة الأولى ديال المجلس الجديد، وكانت الجلسة الأولى ديالتي كرئيسة جماعة دار بوعزة. دوك الحمد لله دازت في أجواء الحمد لله زوينة. السؤال ديالك كيفاش لقيت جماعة دار بوعزة؟ لقيت جماعة دار بوعزة الحمد لله بخير. فيها بيان سور بزاف ديال الناس اللي تيتسناو من هذا المجلس الجديد ومن الرئيسه حلول اللي بيتيتر ما كانوش لقاو قبل. ونتمنى نكون في حسن الظن ديال الجميع، والمجلس المسير اللي معايا حتى هو كنتمنى ليه التوفيق، لان حنا اليوم كنخدموا كرجل واحد وكيد وحده، واللي خصنا نعرفوا ونعلموا راه ما خدامش، ويد وحده ما كتصفقش. وإلا تجمعنا جميع وإلا كاملين درنا واحد لي زوبجيكتيف قدامنا، راه ما يمكن الا نوصلوا لهم. بيان سور انا اليوم ما غاديش نعطيكم وعود كاذبه وغنقول لكم داكشي اللي كنتسناو كامل غنوصلوا ليه، ولكن كيف ما كنقولوا دير السبب والكمال على الله. دونك حنا اليوم سبب، ونتمناو نكونوا في حسن الظن، واللي يحشمنا واللي يخيبنا باش نقدروا نوصلوا، ولو غير في شي كيلكو بورسونتاج، باش ما نعطيش رقم ياك، ما نعطيش ارقام اللي نقدروا نفكوا بها هاد المشاكل هذه والضغوطات اللي كاينين على الجميع. مزيان هاد السؤال. الطرق والحفاري اللي كاينين على صعيد الجماعه، يعني راه عارفين حنا اليوم بان دار بوعزة كتعاني بزاف من الحفاري، من لي ضودان وما يليه. هذا واحد دوسي وملف كبير بزاف، اللي انا اليوم يلا عندي سيمانه نهار بنهار، كان تصويت نهار الجمعه، وهذا اول نهار الجمعه اللي داز. دوك في ظرف السيمانه ما نقدرش نجاوبك، لان الا جاوبتك غادي نعطيك اجوبه غير هكا يعني، ولا غنعطيك تسمع اللي بغيتي، وانا ماشي هنا باش نسمعكم اللي بغيتو، ولكن باش نسمعكم الحقيقه المره، وباش نلقاو حلول جميع. دونك هذا الدوسي ما نقدرش نجاوبك عليه، ولكن اللي نقدر نقول لك ونوعدك به وهو طرقت ليه وبديت مع المجلس. ملي كنقول بديت ما كندويش على راسي بوحدي، يعني راه كما قلنا التوحد ما خدامش. بديت صافي ديال المجلس بكامله، بدينا تنشوفوا هذا الدوسي فين ماشي، فين وصلوا هذوك الناس اللي كنا دايرين معاهم انعقادات وما يليه، باش نقدروا حتى حنا نخرجوا الاعلام ونجاوبوكم ونخرجوا على ارض الواقع، ما نبقاوش غير جالسين في البيرو. حنا اليوم كنقولوا ما عرفتش كي غنقولها بالعربيه ولكن نقولها لكم بالفرنسيه، حنا اوني دي زوم دو تيران داكوغ. دونك الا كنا ما نبقاش جالسه في البيرو كنتسنى هاد التصويره من هنا، ها الناس استقبلناهم، لا، انا نبغي نخرج لارض الواقع، نبغي نتعرف على الناس، نبغي نشوف الساكنه. نبغي انا الساكنه ملي يعيطوا على مول الكاميو ديال الضو ولا ديال زبل حاشاكم ولا هذا، فاطمه يجي الكاميو بوحدو تجي معاه الرئيسه ولا يجي معاه الناس ديال المكتب، ولا هذا هو علاش الناس كيقول لك خصهم يثيقوا فينا. حيت الا كنا غادي نشدوا غير واحد الكرسي، راه اي واحد يقدر يشد الكرسي، باش نكونوا متفقين. ستيلو وسينياتور راه اي واحد يقدر يديرها، ولكن باش تخرج لهين المكان وباش تواجه المشاكل وباش تكون مع الناس في داك الشيء اللي هما ما كيتسناوكش، هذيك هي الصعيبه، وهذاك هو التحدي اللي كنقول انايا اي رئيس او نائب او مستشار او فاعل جمعوي، او هذاك هو التحدي الكبير، هو تخرج وتواجه المشاكل وما تعطيهمش بالظهر بحال اللي كنقولوا. شكرا على هذا السؤال. بحكم انا قبل ما نكون رئيسه في هذه الجماعه كنت نائبه رئيس لجنه الرياضه، وهذه المشاكل كنعرفهم مزيان، وبعض الجمعيات تعرفنا عليهم مزيان، والبعض ما حسنش لنا الحظ باش تقدروا تقربوا منهم ونعرفوهم. انا كنبغي نقول لهاد الجمعيات اليوم كرئيسه جماعه دار بوعزة، ولا وقالوا لي قبل
عندها كتحلي هذا الباب وراه صعيب وراه الجمعيات بقاو غاديين جايين. انا بالعكس، انا بغيت هاد الجمعيات يعيطوا ليا، وبغيت هاد الجمعيات، انا كناديهم هاد الجمعيات، بغيت نخرج عندهم ونمشي عندهم ونتلاقى بهم. بيان سور ما غاديش نتلاقاو ب 17 جمعيه في دقه واحده، ولكن الوقت غادي يجي فين غنتلاقاو وحده وحده ونشوفوا المشاكل والمتطلبات ديال كل وحده. اللي قدينا عليها راه حنا غادي نديروها، واللي ما قديناش عليها راه غنطرقوا لنقط وحوايج اخرين اللي هما غادي يقدوا عليهم باش يعاونونا. وانا كنطلب الجمعيات وكنادي الجمعيات من هذه المناطق اليوم باش هما يساعدونا، لان الا هما ساعدونا المساعده ديالنا ليهم غتكون اسهل وغادي تبان. ما الا بقينا كما كنقولوا كنطبلوا في الماء حتى واحد لا هما لا حنا ما غنديروا شي حاجه. دونك وي المنتزهات ما يمكنش جمعيه ولا جوج ولا ثلاثه يسيطروا عليهم، ما يمكنش يكون واحد اللوبي ديال الجمعيات اللي باك صاحبي وما يليه غيسيطروا عليهم. انا كنقول لهم من هنا حنا بالعكس مفتوحين لهم جميعا، واللي خاصاتو شي حاجه حنا شتي واخا تعطيه غير اذن اللي تسمعوا بها راه ديجا الكثير داكوغ، ولكن ماشي غادي نسمعوا لهم ونخليو هذاك الدوسي ونحطوه وندوزو لحاجه اخرى. حنا بغينا نخرجوا معاهم لارض الواقع وبغينا نزيدوا بهم. وهاد الجمعيات شنو كيديروا؟ هاد الجمعيات راه هما اللي كيربيو وليداتنا. هاد الجمعيات شكرا. دوك هاد الجمعيات هما اللي كيحيدوا لنا الوليدات من الزنقه. هاد الجمعيات هما اللي حنا معولين عليهم، يعني هما معولين علينا في شي نقاط، كي حنا معولين عليهم في يساعدونا في كيفاش هاد الدراري الصغار يقدروا يزيدوا لقدام، كيفاش ما بقاوش نشوفوا الدراري غير جالسين في الزنقه، كيفاش ما بقاوش كنسمعوا داك الهضره ديال لا وراه كيطلبوا لينا بزاف وراه كيديروا فعلوا لينا بزاف. علاش؟ كان عندكم واحد الميزانيه كتخرج داك الميزانيه نتفقوا عليها ندويو فيها، جيو بالمتطلبات ديالكم، جيو بدوسيات، جيوني انا بغيت الجمعيات ملي تجيني جمعيه بواحد الدوسي وتعطيني واحد تقول لي استاذه عندنا ها 6 شهور، ها شنو عندي على 6 شهور، يقدر داك الميزانيه اللي حنا مبرمجين ليها تكون قليله على داكشي اللي باغيين هما. ولكن باش نبقاو نسمعوا شي حويجات بحال حفل الشاي حفل هذا هادشي راه ماشي للجمعيه. باش نكونوا متفقين عندنا الجمعيه لا بغيتها تجي اعطيني يا سيدي توني، اعطيني يا سيدي شنو درتي، اعطيني يا مولاي شنو باغي دير. وديك الساعات انا اليوم كمديره شركه من غير هذا البوست اللي عندي هذا نقدروا نشوفوا لكم لي سبونسور، نقدروا نشوفوا لكم شركات اللي يعاونوكم اللي يدعموكم اللي وحنا كمكتب نقدروا نشوفوا داك الفلوس راه يمكن ما قاداش ونعيدوا النظر فيها. ولكن ملي كتجي انت وكتقول لي حقا انا كنت مولف كنستافد 10 وليتو تعطيوني 8 نتوما ما مزيانينش. علاش اخويا؟ باش انا ما مزياناش؟ انت ما عطينيش دوسي، انت ما عطينيش شنو باغي دير. العيب والعار الا وريتيني شنو باغي دير ونقصت لك من الميزانيه، ماشي انا اللي كنقص، اللي كنقول انا راه الكل واللجنه وعاد المكتب وعاد غير حتى هما نحسوا بهم خدامين بجديه. بيان سور الله يكون لهم في العوان، راه باش تكون فاعل جمعوي ولا تكون رئيس جمعيه ماشي سهله، اللي تيكونوا عندك ضغوطات، تيكون عندك ضغوطات لا من الناس اللي معاك في التسيير، لا من اباء وامهات الوليدات الصغار، لا من الدراري المنخرطين، لا من اي حاجه. دوك حنا بغينا نساعدوهم وبغينا نكونوا معاهم، ولكن انا كيعجبني واعوذ بالله من قولة انا يكون داك الشيء كتغيي بيان. هذا مشكل واحد اخر نقدروا نطرقوا ليه فوقاش ملي هاد الجمعيات يجيو يجلسوا معنا، وهاد الناس هما الانديه يجيو يحطوا لي دوسي ديالهم يعطيونا الشكايات ديالهم. حنا بيان سور راه ماشي مكتب الشكايات، حنا راه هنا باش نلقاو حلول. دوك الا اللي قدرنا نديرو راه غادي نديرو، واللي ما قدرناش نديرو راه غنلقاو الناس اللي هما في امكانيات ديالهم باش يديروا، باش نوقفوا معاهم ان شاء الله يكون خير. شركه افيردا واخ تري بيان، بغينا ندويو على شركه افيردا اللي هي شركه جديده اللي يلاه دخلت عندنا في الاقليم اليوم ديال النواصر، و بيان سور جماعه دار بوعز. هاد الشركه انا كنبغي نشجعها قبل كل شيء، كنبغي نشجع هاد الشركه اللي حتى هي دايره مجهودات اللي ما نقدروش ندويو عليهم اليوم. علاش؟ لان يلاه بدات نهار 27 اللي هي سيمانه الجمعه اللي فاتت، ولكن اللي كنشوفوا
احنا اللي هبطنا لعين المكان وخرجنا عند ماشي الساكنه، ولكن خرجنا عند هاد الناس هادو اللي مكلفين، راه قايمين بالشغل ديالهم. بيان سور في سيمانه وحده ما غيمكنش يبان النتائج، ولكن غادي نعطيوهم الوقت فين حتى هما يبينوا لينا على حسن الظن ديالهم، وحنا في المراقبه. وحنا لا الساكنه لا المستشارين لا النواب لا الرئاسه، من الضروره ومن المفروض علينا الجميع باش نراقبوا هاد الشركه. وهاد الشركه كما اليوم طرقنا في سميتو الجلسه الاولى اللي درنا في هذا النهار هذا، راه كانوا واحد النقاط اللي دبينا عليهم كانوا مزيونين. داكوغ، هاد النقاط اللي هما مثلا هادوك الطارويات حاشاكم، داكوغ، الطارويات اللي بعدا دزنا من طارو ديال البلاستيك لطارو ديال الحديد، وهذا انجاز كبير في حد ذاته. وهذا الانجاز علاش شنو اللي كيزيد يكبروا من غير لو فيت كيكون ديال الحديد اللي هو الكميه ديالو اللي غادي يهز، اللي هي 1100 لتر. 1100 لتر ماشي هي 660 اللي كانت عندنا. وديال الحديد دوك صافي دير النيطواياج ديالو غادي يكون اسهل من النفايات، وغادي يحيد لينا هذيك النقطه ديال شعل الفتيله ولوح. شحال مره شي واحد كيكتر الزبل حاشاكم ما كيدوش الكاميو في الوقت، كيشعل الفتيله وكيلوح كيصدق داك الطارو شاعل، وداك الشيء كيسبب مشاكل كبرى من غير بيان سور العافيه اللي تقدر تشد حوايج اخرين، ولكن هذيك الروائح على الانسان. دوك انا كنتمنى التوفيق لهذه الشركه، وكما طرقنا لها في الدوره، هذه الشركه اللي خدمت ناس في المناطق ديالهم. انا البارح كنت في الرحمه ولقيت وليدات الرحمه خدامين في الرحمه، وهذه راه واحد الانجاز اللي هو كبير، لان قبل كنا كنلقاو ولد الرحمه ولكن خدام مسكين في بوسكوره. دوك ديجا هو الترونسبور باش يوصل ما كاينش. دوك هذا انجاز كبير، حاجه كبيره، ولكن الله يعاونهم والله يوفقنا حتى حنا، والمجتمع المدني حتى هو يخدم معنا ويساعدنا، وما نعطيوش وعود كاذبه. ولكن انا متيقنه بان حسن الظن ديال هذه الشركه وديال الناس اللي وراها غادي يوصلنا لشي حاجات زوينين في دار بوعزه. شكرا. الرساله اللي غنقدر نختم بها للجميع هو نتعاونوا جميع، ونقصوا من القيل والقال، ونقصوا من الهضره الفيسبوكيه بحال اللي تنقولوا، والاشاعات لمصالح الوالو.